ما هنا أفراد الشرطة واجهوه، هو معرفش ينكر خلاص وقال أنا لازم أعترف بالحقيقة، واعترف إن المسروقات دي كلها بتاعت فيلا في منطقة الجليم. هنا بقى طبعا افتكروا القضية القديمة بتاعت ماريا وكاترينا، وعرفوا إن هو اللي قتلهم، وطلبوا منه يقول إيه اللي حصل بالتحديد وإزاي قتلهم. فقال أنا كنت ماشي بنادي عشان لو حد محتاج مني أنبوبة، فست منهم خرجت عليا وقالت تعالى أنا محتاجة أنبوبة، وكمان محتاجاك تركبها عشان أنا مش بعرف أركبها. ففعلا نزل أنبوبة وخدها ولف من الجنينة ودخل من الباب الخلفي وركب الأنبوبة، واتفقت معاه هنا إنها هيجيلها كل 10 أيام عشان يركب لها أنبوبة جديدة، لأن الراجل اللي كانت متفقة معاه ما بقاش بيجي المكان ده. المهم اديت له حق الأنبوبة وكمان فوقيهم زيادة تمن نص أنبوبة كمان. فهنا شعبان فرح وقال خلاص انا هجيلهم على طول، وفعلا مشي. ولكن بعد مرور كم مرة هنا بدأ يجمع معلومات عنهم عشان خطته اللي كان بيفكر فيها، فعرف انهم اختين ومش من اسكندرية كمان وملهمش اي حد يسأل عليهم. لحد بقى ما هنيجي لشهر ديسمبر اللي شعبان قرر فيه انه هيعمل الخطة بتاعته. جاله اتصال من اخوه الصغير بيقول له انهم محتاجين مبلغ كبير عشان هيطردوا من البيت اللي قاعدين فيه، وابوه ما كانش شغال واي فلوس كان شعبان بيبعتها له كان بيصرفها عشان يشرب بيها حشيش. هنا شعبان مش لاقي اي فلوس يجيبها من اي مكان، فقرر انه هنا هيخلص من الستين الاول عشان محدش يشك فيه، لانه الوحيد اللي كان بيخش عندهم عشان يغير الانابيب، وبعد كده يسرق كل حاجة جوه يبيعها ويبعت لهم في البلد كل الفلوس، وبعد كده يسافر لهم بعد ما يبيع كل حاجة. شعبان اختار قبل راس السنة بيوم واحد عشان يسرق الأختين دول، لأن عارف إن عندهم ضغط أوردرات بسبب راس السنة. وبالفعل اشترى سكينة جديدة وخد الأدوات بتاعته ولبس الجوانتي وراح قبل الفجر ما يأذن، نط على الفيلا وكسر الباب اللي كان بيخش منه يغير الأنابيب. وشعبان هنا استغل أصوات الرياح اللي كانت بره في الشتاء وقرر إنه يكسر الباب أول ما صوت الرياح يعلى عشان محدش يحس بأي حاجة. وطبعا كسر الباب ودخل وهو عارف هو رايح منين وجاي منين، لأنه كان بيغير لهم دايما الأنبوبة وكان بيساعدهم كمان في حاجات. فتح أول أوضة لقي إن مفيش حد جوه، فعدى على تاني أوضة بقى لقي إن ماريا نايمة جوه وفي نور خفيف كده شغال، فقرر انه يبدأ بيها. قفل الباب وراه ومشي بخطوات بيتسحب بيها وراح ماسك مخدة وكاتب